السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أخوات، الوصفة ديال اليوم غادي ندير معكم الشنيك، مكونات بسيطة وبأقل كمية ديال الزبدة. غادي نوركو هاد الشنيك وكيعطينا واحد الكمية وفيرة وكيجي تبارك الله مفشفش ومورق في نفس الوقت وسهل. طريقة سهلة بزاف، يعني كاع اللي ما عمرو دار الشنيك غادي يديرو بهاد الطريقة هادي حسن ما يشريه الانسان. عندي هنا كيلو ديال الطحين ديال الفرص ديال الحلوى، وكاس واحد شويه ديال السكر، وكاس ديال الزيت ما عامرش، كاس لارو، واحد الساشي ديال الخماره حمراء، معلقه ديال الخميره حبوب، شويه ديال الملحه، واحد الساشي ديال الفاني. وهنا درت واحد 6 المعالق ما عامرينش بزاف ديال حليب غبره. ممكن ديروا تعجنوا غير بالحليب العادي، انا هنايا عجنت درت الحليب غبره وعجنت بالماء. كنبداو نجمعوا دوك النواشف، كنخلطوهم مع بعضياتهم بحال كنبسوا داك الطحين كيتبسس، كيدخل له داك الزيت وكيتخلطوا ديك الخميره مع داك الحليب مع كلشي السكر، يعني كيتخلطوا مع بعضياتهم. كنضيف واحد البيضه وكنبداو نعجنوا هنا غير بالماء. انايا بحيت عندي هنايا حليب غبره، الا ما درناش حليب غبره غادي نعجنوا بالحليب. ممكن نعجنوا غير بالماء ولكن بالحليب كيجي احسن. وغادي نتلكوا العجينه ديالنا واحد شويه وغادي نغطيوها ونخليوها تستراح واحد المده ديال ربع ساعه بحال هكا، 15 دقيقه. من بعد ما ارتاحت لنا العجينه ديالنا غادي نقطعوها كويرات، نقسموها على 4. انا هنا عندي تقريبا كيلو ديال الطحين، قسمته على 4 ديال الكويرات. كندورهم بحال هكا وكنخليهم يرتاحوا حتى هما واحد شويه. طريقه سهله بزاف بزاف. وغادي نغطيهم ونخليهم يرتاحوا. في هذه الوقيته غادي نمشي نوجد كريم باتيسير ديالي. درت هنا 3 الكيسان ديال الحليب، ودرت معاهم كاس ديال الطحين الفورس، ونص كاس ديال النشا، ودرت واحد البيضه وكاس ديال السكر، واحد الساشي ديال الفاني. وكنخلط المكونات كاملين وغادي نديرهم فوق البوطه على نار مهيله ونبدا نحرك حتى كترجع الكريمه ديالي كما كتشوفوا بحال هكا كتخسر. غادي نخويها فواحد الطبسيل ونخليها تبرد. دابا غادي نمشي نورق العجين ديالي. غادي نبدا نطلقو بحال هكا كما كتشوفوا، كيجيني ساهل في الطليق بحيث كنت خليته ارتاح. كندير شويه ديال الطحين، ما يحتاجش باش ندير مايزينا، يعني غادي نطلق غير بشويه الفورس، غير شويه ماشي بزاف، ونبدا نطلق كما كتشوفوا. كتطلق بواحد السهوله ما كيعذبنيش بصفه نهائيه. درت انا الزبده، يعني هاد اللذه هي اللي درتها، ولكن ممكن ديروا اي زبده ديال الحلويات. ما نديروش غير ديك ديال الطاسه، راه ما كتصلحش، كتبقى تطلق لنا ويعني ما كتنشفش دغيا وكتضيع لنا الشنيك ديالنا. درتها انايا مع الحال بارد. دابا درتها تسخن غير واحد شويه بحال غير تطلق، ما تبقاش قاصحه. انا حاولت هنا باش يعني نورق باقل كميه ديال الزبده وفي نفس الوقت النتيجه تكون مزيانه. طلقت العجينه ديالي كما كتشوفوا هانتوما، تشوفوا الزبده كي ولات رطبه، يعني ولات بحال البوماضه. غادي نطلقها على العجين ديالي كامل وغادي نطوي بهذه الطريقه بحال هكا كما كتشوفوا. طريقه سهله بلا ما نبقى ندلك ونعاود ونعاود، يعني كاين بزاف ديال الطرق وهذه من بين الطرق اللي كيكونوا ناجحين ديال الشنيك. نتوما تشوفوا العجينه يعني كتسلق بواحد السهوله، ما عذبتنيش حيت عطيتها الوقت وعطيتها الخاطر، خليتها ارتاحت. انا غادي ندير الثانيه معاكم بنفس الطريقه حتى غادي نسالي الكويرات ديالي باربعه، وغادي نرجع لديك الاولى ونطلقها عاوتاني للمره الثانيه. هانتوما تشوفوا يعني تا جمعتهم باربعه، ما كنخليهمش ديك الساعه يرتاحوا، يلا كنرجع لديك الاولى وصافي. وكنبدا نطلق عاوتاني للمره الثانيه. كنطلقوها وكنحاولوا باش نرقوها شحال ما رققناها مزيان، والعجينه كتعطينا الطوع، يعني كتمشي العجينه كانت ناجحه يعني 100%. بواحد السهوله كندير لها نفس الطريقه اللي درتها في المره الاولى، كنعاود لها في المره الثانيه. دائما كندير واحد شويه ديال الطحين، غير شويه باش كيعاونني.
كنستمر حتى كنسالي العجين ديالي كامل. دوك بربعه كاملين كنساليهم. كندير لها حتى هي شويه ديال الزبده نفس الطريقه اللي درتها في المره الاولى. دابا غادي نبدا نطلق العجين ديالي باش غادي ندير لها الكريمه ونبدا نلويها. صافي درت لها غير جوج ديال المرات، يعني ورقتها غير جوج مرات، ما يحتاجش باش غادي ندير لها 4 المرات ولا 3. هاد الطريقه حتى هي راه كتكون ناجحه، ما تخافوش منها، ديروا غير جوج مرات فقط. تتبعوا يعني الفيديو كامل، وإلا تبعتوا يعني الطريقه كيفاش درت انا راه غادي يكون عندكم الشنيك ديالكم غادي يكون ناجح. يعني انا كنديرو بواحد السهوله ما كنلقاش فيه مشكل. دابا راني طلقت العجينه ديالي للمره الثالثه. المره الاولى درت فيها الزبده، الثانيه الزبده، الثالثه غادي ندير الكريمه، كريم باتيسير، وغادي ندير شويه ديال الزبيب هكا، ولا يعني دوك لي فخوي كونفي ولا اي حاجه درتوها اللي بغيتو ديروه كديروه. ودابا غادي نبدا نلوي كما كتشوفوا بواحد الطريقه سهله، طريقه بسيطه بزاف بزاف. كنلوي بحال هكا وكنستمر كما الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، حتى كنساليهم. انا هنا تبارك الله هاد العجينه هذه عندي تقريبا كيلو، راه عطاني واحد الكميه كبيره. انا كندير الثالثه معكم. هنا من بعد ما ساليت غادي نشد هذاك الشنيك ديالي، غادي نبدا نقطعو بهذه الطريقه بحال هكا، ولا غادي نقطعو بالقطاعه ولا بالموس باش ما قطعتو، ولكن التقطاع ديال الخيط هو اللي كيعطيه يعني داك الشكل كيبقى دائري. كما كتشوفوا كيعاود دغيا كيتقطع، يعني كنديروا واحد الخيط بحال هكا كما كتشوفوا كنديروه لتحت وكنخالفوا التقطيعه بحال المقص. اما الا قطعنا بالقطاعه خصنا نوليو نقادوهم باش يشدوا الشكل ديالهم دائري. كنستمر هكا حتى كنسالي العجين ديالي كامل. هانتوما تشوفوا تبارك الله راه خرج لي تقريبا شي 80 ولا 70 حبه اللي خرجات لي تبارك الله. درتهم انايا، شعلت الفران خليته سخن شويه وطفيته حيت دابا الحال بارد، وخشيت فيه ديك الشنيك ديالي غير واحد 10 دقائق هكا كلها. من بعد ما خمر خرجتهم ودهنتهم بالبيض كما كتشوفوا بحال هكا، وغادي نطيبهم يعني بالطياب عادي. غادي نديرهم الفوق يشدوا راسهم ونولي نهبطهم لتحت يتحمروا، فقط نقابلوهم يعني باش ما يتحرقوناش. هانتوما تشوفوا الشنيك ديالنا كيفاش جا داير تبارك الله، جا زوين، جا مفشفش، جا مورق، يعني جا ما نقول لكمش طريقه سهله وبسيطه والكميه وافره. هانتوما تشوفوا كيفاش جا داير. اللي بغى من بعد يدهنوا بشويه الكونفيتور من الفوق ولا العسل، ولا يعني دابا كيبقى الذوق كيبقى اختياري. اللي بغى ينقص السكر كيخليه غير هكاك. كنتمنى باش يعجبكم الفيديو وتجربوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.